المفروض هذا يجب أن تعلن فيها حرب. أنا عندي ثروة وهو الرزق. عندما غزا العراق الكويت كانت القرارات جينا معدة جاهزة. وما حقيقة أنك لم تحضر القمة إلا بعد حصولك على اعتذار من الرئيس المصري بسبب انتقاده لك؟ ما هي المقومات التي تملكونها الآن كدول عربية وأنت زعيم عربي لمقاومة إسرائيل؟ نملك كل شيء. نحن نملك، عندنا إمكانيات، أنا عندي ثروة وهو الرجال. أنا أستطيع أرسل مقاتلين، وأرسلهم مزودين بأسلحتهم، مش بالمئات، بالآلاف، وذلك دفاعا عن المقدسات وإعانة للشعب العربي الفلسطيني. ولا فيما معنى العروبة وما هو الإسلام؟ كم هي غيرة وكم هي حسرة في قلب كل عربي ومسلم عندما رأينا إيلي شارون بأقدامه يدوس الأراضي المقدسة. المفروض هذا يجب أن تعلن فيها حرب. هل تعتقد أن إسرائيل في هذا الوضع الآن تعتبر في وضع ضعيف ويستطيع العرب أن يحققوا؟ مهزومة إسرائيل، وهي هذا الصلف هو يدل على الهزيمة، مش إنها منتصرة. كذب عندما يقول يهود باراك إنه مش عارفين إنه إسرائيل ما تقهر. ما قهرت في جنوب لبنان، والآن مقهورة بثورة الحجارة، مقهورة. أما إحنا متعودين في الوطن العربي على البيانات الختامية أنها تكون معدة مسبقا، ولذلك أنا أتذكر مؤتمر القاهرة عام 1990 عندما غزا العراق الكويت كانت القرارات جينا معدة جاهزة. منين كانت بتيجي؟ والله احنا دخلنا على قاعة الاجتماعات والقرارات، من مع القرار، من مع رقم كذا، من مع كذا. الأصل الإنجليزي ولا العربي؟ نعم. الأصل أنا والله الإنجليزي ولا العربي؟ أنا لا شفت لا عربي ولا إنجليزي، سمعت قراءة لكن لا أسمع. وما حقيقة أنك لم تحضر القمة إلا بعد حصولك على اعتذار من الرئيس المصري بسبب انتقاده لك؟ أنا أولا سأحضر القمة وأنا ممن يدعو للقمة، والقمة أصبحت ضرورة، وإحنا تقدمنا بآلية لانتظام أعمال القمة، وسأحضر هذه القمة. ما طبيعة الآلية التي تقدمت بها؟ موجودة في الجامعة العربية، وقررت تقريبا من الوزراء الخارجية ومرفوعة إلى القمة، وذلك لانتظام أعمال القمة على بشكل سنوي ودوري.